رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولهم ولعن عدوهم. تمر علينا هذه الأيام بالذكرى الهجرية، ذكرى استشهاد الشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر المفكر العظيم. قفوا معي لنقرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولهم ولعن عدوهم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والزكي الحسن والشهيد الحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن والمهدي محمد، أئمتي وسادتي وقادتي، بكم أتولى ومن أعدائكم أتبرأ في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي على مسامعكم فقرة مهمة من أحد خطب السيد الوالد قدس سره، تذكيرا به أولا وتذكيرا بموضوع الأخوة ثانيا، عسى أن أتعظ وتتعظون. يقول قدس سره: والأخوة في الإسلام هي الرئيسية، لأن القرآن واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والدين واحد والهدف واحد، وإن أغلب الاختلافات بين علماء المسلمين طبيعي، وموجود بين أي تفكيرين
أو أي فكرين وأي مفكرين، وليس ذلك بعيب ولا يشكل نقصا حقيقيا. التفتوا إلى الكلمات رجاء. ولا ينبغي أن يكون سببا للعداء والمكر والتضارب والتحارب والعياذ بالله، وإنما الهدف المشترك والعمل مشترك والعدو مشترك، وخاصة ونحن نعيش في أغلب العصور بل كلها مسيس الحاجة إلى ذلك لتكالب الأعداء ضد الإسلام ومكرهم من داخلهم ومن خارجهم، وبيده السلاح والمال والتخطيط والإعداد الكامل، في حين نجد أن المسلمين والمخلصين عزلا من كل ذلك. وهذا هو الامتحان الإلهي الأتم والأكمل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ومثل هذا الظرف، وهو الظرف الدائم والمستمر، يعني ما ينطبق بس قبل، حتى الآن، والمستمر وربما لمئات السنين، يعطينا وجوب الشعور بالوحدة والتماسك وقوة الإيمان، لكي نستطيع أن ندفع المؤامرات ونكفى أكثر مما هو مستطاع من الشدائد والمظالم التي يريدها لنا العدو المشترك المتمثل بالثالوث المشؤوم، وهو الاستعمار الإسرائيلي الأمريكي البريطاني قبحهم الله. والأمر هنا كما قال أحد أعضاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي كان مؤسسة مهمة في مصر القاهرة، الذي كان موجودا إلى عهد قريب، أما الآن فهو غير موجود، ولا زال الكلام للسيد الوالد قدس سره، حيث قال ما مضمونه أنه ليس المراد في هذه المرحلة من العمل والتفكير أن نجعل الشيعي سني أو نجعل السنيين شيعة، وإنما المهم التمسك بالدين المشترك، وهو الإسلام، والقيام ضد العدو المشترك وهو الكفر والإلحاد المتمثل بالاستعمار وأنصار الاستعمار. وبطبيعة الحال فإن مجرد التفكير في هذه الوحدة قلبيا وعقليا له مرحلة مهمة وجيدة ونافعة، تكفي في نتائجها عدم توجيه الحقد والعداء ضد بعضنا البعض والعياذ بالله من مختلف مذاهب الإسلام، وإنما اختصاص توجيه الحقد والعداء علما ضد من هو أهل لذلك، وهو العدو المشترك المتمثل بالكفر والاستعمار. ويقول المثل: أنا وابن عمي ضد الغريب، كما يقول المثل في عادات العشائر: إنه قد تكون قبيلتان متعاديتان فيما بينهما متقاطعتان بشدة، إلا أنهما حين يجابهان العدو المشترك وتغير عليهما قبيلة ثالثة، شو يسووا؟ يكونان يدا واحدة وعمل واحد وقلب واحد اتجاه هذا العدو المشترك، فإذا دفعوا واستراحوا عادوا إلى العداء من جديد. ومن الواضح أننا لم ندفع العدو المشترك إلى الآن، بل لا زال في تزايد ومرارة، ولا أقل أن يحذر كل واحد منا مهما كان مذهبه ومهما كان عمله ومهما كانت طبقته، أن يحذر من أن يكون معينا ضد نفسه وضد إسلامه بيد أو بلسان، مهما كان قليلا أو كثيرا. يضاف إلى ذلك إلى أن عمل بعض المذاهب ضد بعضها
كما يحدث الآن، التفتوا رجاء، كما يحدث الآن من الوهابيين مع شديد الأسف، كما يفترض حدوثه من أي جهة كانت، يكون بعد تأكيد عمل مبرمج وموجه في مصلحة الاستعمار، ولا يستفيد من ذلك ولا يفرح به إلا العدو المشترك وإسرائيل، من حيث نعلم أو لا نعلم. بينما لا يستاء العدو المشترك إلا من شنو؟ من التحابب والتعاون والألفة بين المؤمنين والمسلمين كلها. ونحن مأمورون في القرآن الكريم أن نسيء إلى قلوبهم، كما قال تعالى في قلوب من العدو إسرائيل في محكم كتابه الكريم: ولا تطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به عمل صالح. إذن فالأخوة مطلوبة في الإسلام على كل حال، وهي بطبيعة الحال ليس من طرف واحد بل من كل الأطراف. وليس كلامي هذا استجداء، أيضا الكلام للسيد الوالد أكرر، وليس كلامي هذا استجداء للعاطفة، لأننا لا نخاف من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لإقامة الحجة وإلفات النظر لمن يريد أن يستجيب إلى داعي الله ونصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ويكون ذلك في مصلحتهم أولا وفي مصلحة الإسلام ثانيا، ودفعا للعدو المشترك ثالثا. وهذا لا يعني من ناحية أخرى عدم أهمية الحفاظ على المذهب والعناية بمصالحه ومصالح طائفته، فإن هذا ضروري أيضا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه الحق الذي نؤمن به. لكن ينبغي أن يكون، هنا رجاء التفتوا، لكن ينبغي أن يكون عمل أي مذهب أو قل عمل أي مسلم، وهذا الكلام للسيد الوالد، عمل أي مذهب أو قل عمل أي مسلم بحيث لا يضر بالمذاهب الأخرى تحصيلا للوحدة الإسلامية والتكاتف المحمدي، أو قل يجب أن لا يعمل أي مسلم عملا يفيد به الاستعمار ويوجد به الفرقة والإزعاج في المجتمع الإسلامي، ومن عمل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلمون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. يا الله. تعز بها الإسلام وأهله. يا الله. وتذل بها النفاق وأهله. يا الله. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. يا الله. والقادة إلى سبيلك. يا الله. وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. يا الله. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى ذريتهم المعصومين المنتجبين الأخيار، أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لتعلموا أيها الأحبة في كل مكان
إنه مهما علا صوت الباطل وتردد صداه في أروقة البلاد، فإن صوت الحق لن ينطفئ مهما حاولوا إطفاءه. وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن مهما أرادوا تكميم صوت الحق فإن صوته سيصدح ويعلو، بل وإذا قيس صوت الحق إلى صوت الباطل سيكون الأخير هو أنكر الأصوات. ثم أن صوت الحق الهادر يجب أن يتصف ويتميز بعدة مميزات، أهمها: أولاً إنه صوت الفقراء والمظلومين والمدافع عنهم والمحاكي لمعاناتهم دوما وأبدا. ثانياً أن صوت الحق هو صوت المستمر الذي لا ينطفئ مهما حدث ومهما سيحدث، إنجاز التعبير. لكن غاية الأمر، وكما كان السيد الوالد قدس سره يقول بما فحواه، أن السائر إلى طريق الحق والهدف السامي يستمر بالسير بما عنده من مقومات وبالطريقة الملائمة للزمان والمكان، وأن هناك طرقاً كثيرة لدعم الحق وأهله. ثالثاً ألا يكون ميالاً لجهة مظلومة دون أخرى، فالحياد والاستقلال والعدالة هي الصفة العظمى التي يجب أن يتحلى بها من يرفع راية الحق وصوته، وإلا فقد تختل بعض أركانه، فبالتالي سيكون مشوباً بالباطل بعض الشيء. نعم، إن صوت الحق إذا أردنا تشبيهه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يكون بنفس شروطه المعروفة لدينا ولديكم إن شاء الله تعالى، ولا سيما إذا التفتنا إلى أمر مهم جدا، وهو صون صوت الحق وجعله ناصعا بأعين الناس لكي يكون مسموعا ومطاعا عند السامع، فلا ينبغي تصغيره بزج من ليس أهلا لذلك الصوت من الناحية العلمية والأخلاقية أو ما شابه ذلك، مضافا إلى أنه يجب أن يكون ذلك الصوت عارفا بالمشاكل وحلولها وقارئا لأنفس السامعين ودرجة إصغائهم وتقبلهم لذلك الصوت والرأي الحق، وإلا فقد يختلط صوت الحق وصوت الباطل، وهذه كارثة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الصراع الأبدي بين الحق والباطل يقتضي معاداة صوت الباطل لصوت الحق دوما وأبدا، وسيحاول دوما تكميمه وإسكاته، سواء عبر الاغتيالات أو القتل أو التهديد أو القضاء الدنيوي أو غيرها من الأساليب الموجودة حاليا نعرفها وتعرفونها. ومن العجيب أن الغالب عند الكثير ممن يستمعون لكلا الصوتين وتقديم صوت الباطل على صوت الحق لما لصوت الباطل من مغريات ومقومات دنيوية ولما يمتلك غالبا من السلطة والمال، فيكون ذا ترغيب تارة وترهيب تارة أخرى. وكذا ما لصوت الحق من تشتت وعدم التزام بالأسس التي قلناها أو التي قيلت، فصار الكثير وكما قلنا مشككين في أنه صوت حق أم لا. فيا أيها الأخوة الأحبة، عليكم بالحفاظ على صوت الحق
من خلال الالتزام بشروطه المسبقة، مضافا إلى تطبيق ما ورد في الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فإن الخطيب والآمر والناهي إن كان متعظا في نفسه وبينه وبين الله أمكن أن يكون واعظا، إن كان متعظا أمكن أن يكون واعظا ومرشدا وهاديا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وإلا سيكون صوته بعيدا عن التقبل والطاعة مهما أراد أو تمنى. مضافا إلى عدم زج نفسه بالشبهات وبالأمور التي لا دليل عليها، وأن يراعي في ذلك الأمور العرفية والاجتماعية بعد أن يعرضها على الشرع والعقل فتكون مقبولة ومرضية من الله سبحانه وتعالى وشرعه وقوانينه السماوية، وأن لا تكون مخالفة لوحدة الإسلام، وأن لا تتعدى الأسس الإنسانية التي سار عليها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار من بعده سلام الله عليهم أجمعين. فأنا كنت ولا زلت أقول إن ثورة الصلاح والإصلاح والهداية التي نهض بها السيد الوالد قدس سره، سواء من خلال جمعته أو من خلال مرجعيته أو من خلال أخلاقه أو من خلال باطنه، إنما كانت بعد أن محض الحق محضا وبعد أن اتشح بوشاح العصمة وحصن نفسه من الهوى والدنيا وأخلص في عمله الخاص والعام لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ثورته الإصلاحية تلك قد أينعت ثمارها وقد قطفت بعض ثمارها، وإلا ما كان لأي من المراجع والقيادات ذلك النجاح إلا من خلال ذلك الإخلاص والتمحيص العالي المستوى. وكما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. وكما ورد في الحكمة أيضا: فاقد الشيء لا يعطيه، وذلك الإعطاء الحق والحسن، وذلك الصوت الهادر للحق لا يكون إلا بعدة آليات مهمة لا ينبغي التفريط بها على الإطلاق، وخصوصا في زماننا هذا. ومنها: أولا العمل الصالح، وكما ورد: كونوا لنا دعاة صامتين. يعني شنو؟ فإن الذي أفهمه من تلك الحكمة أن يكون الإنسان داعية ومرشدا للحق من خلال أفعاله وأعماله الصالحة، ولا ينبغي أن نجعل تلك الحكمة مقدمة للسكوت والانعزال على الإطلاق. ثانيا طاعة الحوزة العلمية اللي أغلبنا نسوها مع شديد الأسف. طاعة الحوزة العلمية الناطقة المجاهدة، فهي منبع العلم وينبوع الهداية ومهد الحق دوما وأبدا، وهي الصوت الهادر والهادي للحق. قل لا، والتي كانت ولا زالت منطلقا للهداية والقادة والسادة. وكما قال السيد الوالد قدس سره: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم أجمعين من بعده هم من الحوزة الناطقة المجاهدة، ومختار الصدر من الحوزة الناطقة المجاهدة، فلحقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولهم ولعن. وهنا
وهنا أحب الإلماح إلى أن الهداية والإرشاد والصلاح والإصلاح لا يكون منحصرا بالجهاد والعنف والصراع والتسقيط. هم هالأيام ماشية مو، بل هناك طرق أخلاقية أخرى، أخلاقية وإنسانية سمحاء يجب على الصادح بصوت الحق أن يتبعها، وإلا انقلبت نتائجها سلبية لا إيجابية. وهنا التفتوا ثالثا، التفتوا رجاء، آلية ثالثة للصوت الحق، صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فهي منبر الحق الذي يجب الحفاظ عليه والاستمرار عليه، وكما قال السيد الوالد قدس سره: استمروا على صلاة الجمعة وإن مات محمد الصدر. فهل أنتم مستمرون؟ وهذه الوصية في أعناقنا أجمعين، لا يجب التفريط بها، بل يحرم التفريط بها من بعيد أو من قريب مطلقا، حتى وإن حاول البعض إسكاتها وإلغاؤها وتكميمها وتسييسها أو جعلها منبرا حكوميا من خلال توزيع الرواتب على أئمتها لتطميعهم ليكونوا من أصوات الحكومة وأصوات الدولة، ولو من باب ترغيبهم في ذلك. فاحذروا، وإلا فإن رضاكم وقبولكم بذلك سيكون الخطوة الأولى لإنهاء ذلك الصوت. وأي صوت؟ فهو صوت شهيد الجمعة، والذي يجب أن يكون هو الأب الروحي. صوت شهيد الجمعة، والمساجد مال الجمعة فارغة حبيبي، ما كرر بعد مرة ثانية، وهو الأب الروحي لها وعدم سيطرة الماكرين عليها على الإطلاق. اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت. رابعا، المنبر السياسي، وأذكره هنا لكونه الأهم في هذه الأيام بعد أن طغت السياسة واستحكمت على كل شيء، وكانت هي الأولى في الأروقة الشعبية والثقافية وغيرها، أو ما قد أسميه بصوت المعارضة الحقة، صوت المعارضة الحقة، والذي يجب أن يستمر على الرغم من استهداف الحكومة له من خلال استبعاد بعض الأصوات عن مجلس النواب أو غيره، أو من خلال غلق بعض الفضائيات، أو من خلال طردهم خارج البلاد، أو إعفاء الأصوات الأخرى التي لا تعارضهم، بل وتكريمها وترقيتها. ولتعلموا أن استبعاد تلك الأصوات السياسية عن الساحة العراقية أو استبعادها عن أروقة السياسة سيكون بابا لبناء الدكتاتورية واستفحالها، سيكون بابا للدكتاتورية واستفحالها، وسوف تغلق جميع تلك الأفواه مستقبلا لا سامح الله، ولن يكون هناك صوت معارض يفضح ما في تلك الحكومة من فساد وظلم واستهتار. وإننا إذ نستنكر هذه الخطوة الدكتاتورية الوقحة، ولا سيما بعد استعمال القضاء آلة لذلك، فإننا نطالب بتمييز هذا القرار فوراً وبلا تأخير، وإلا إن نتائج ذلك سوف لن تكون محمودة على الإطلاق. وأخيراً قولوا معي ثلاثاً: نعم نعم للمعصوم، نعم نعم للمعصوم، نعم نعم للمعصوم، نعم نعم للمعصوم، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح،
نعم نعم للحوزة. نعم نعم للحوزة. نعم نعم للحوزة. نعم نعم للحوزة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة.